شيكابالا يا جماعة ده واحد من أعظم اللعيبة اللي لمست الكورة في تاريخ مصر وفي تاريخ أفريقيا كلها، لكن مع الأسف الحلو ما بيكملش لأن شيكابالا ما قدرش إنه يحقق إنجازات كفاية سواء مع منتخب مصر أو مع نادي الزمالك. وناس كتير جدا شايفة إن شيكابالا ده أكتر لعيب ظلم موهبته بنفسه في تاريخ الكرة المصرية. وطبعا الكل عارف أهلاوي قبل زملكاوي إن مهارة شيكابالا دي مهارة استثنائية ونادرة ومش هتشوف شبهها كتير. لمسات سحرية، مهارة فائقة، والكرة في رجله زي المغناطيس، او زي ما بيقولوا كده رابط الكوره في رباط الجزمه. بس برضه مشاكل كتير، اختيارات غلط، غيابات. كان ممكن شيكابالا ده يكون في حتة تانية خالص لو بس عقليته كانت احترافية بشكل أكبر، وقدر إن هو يطور من موهبته ويستمر في الملاعب الأوروبية. كنا ساعتها ممكن نشوف أسطورة مصرية في الملاعب الأوروبية قبل تجربة محمد صلاح. بصراحة شيكا ده كان ممكن يكون في حتة تانية خالص في أوروبا أو في الزمالك أو في منتخب مصر أو حتى في كتب التاريخ. تفتكر العيب كان فيه ولا في المنظومة اللي حواليه اللي ما قدرتش إنها تتعامل مع موهبة بحجم شيكابالا؟ جاوبونا على السؤال. شيكابالا ظلم نفسه ولا الكرة المصرية هي اللي ظلمته؟